السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وأصدقاء فلسطين في الدورة المجانية للتطريز الفلسطيني في قناتكم نينو وورد. في الفيديو السابق شرحنا المحور الثاني من محاور الدورة وهو الخط العمودي. في هذا الفيديو بعض الأصدقاء حكى أنه ما كان واضح شكل الغرز، لأن التطريز الفلسطيني غرزه كتير صغيرة فما بتكون كتير واضحة، ومشان التوضيح رح أعتبر أنه مو كل 4 فتحات هم غرزة مثل ما شرحنا في الفيديو السابق. اعتبرنا كل 4 هم عبارة عن غرزة. للتوضيح رح أكبر واعتبر كل مجموعة حوالين بعضها هي غرزة، فبالتالي رح أدخل من رقم 2 هاي واروح على 3 عشان أصنع الحرف الأول من X أول غرزة. لنعتبر 3 هي هاي. هيك صنعت أول إكس من أول غرزة. رح نطلع من 4 ونروح على 1 عشان نعمل الحرف الثاني من الغرزة الثانية أو أول إكس، أول حرف من الإكس في الغرزة الثانية. دخلت من 4 ورح أروح على 1. تماما هيك. راح أطلع من 4 واروح على 1 في الغرزة اللي بعدها. في الخط العمودي ما بنرسم غرز كاملة من أول مرة، بنرسم نصف الإكس ثم نصف الإكس ثم نصف الإكس، بعدها بنرجع بنسكر الإكس كاملا عشان نحصل على غرز كاملة. أنا مبدئيا عملت نصف الإكس نصف الإكس ثم نصف الإكس، حاليا بدي أرجع أعمل أسكر الإكس عشان أحصل على غرز كاملة. رح أطلع من هاي الزاوية. مفروض لو انه الخط العمودي لسه مستمر معي اني انزل لتحت، لكن رح نرجع لفوق عشان نسكر الإكس. رح ندخل من عند نهاية هذا الخط. هيك أنا حصلت على أول غرزة، طبعا هي نفسها هاي لكن مع اختلاف الحجم. دخلنا من هان ورح نطلع لفوق حتى نسكر الإكس الثاني، وهيك حصلنا على الغرزة الثانية. رح ندخل من هان ونطلع مع هاي الفتحة حتى نسكر الإكس الثالث. هيك حصلنا على 3 غرز في خط عمودي بالتطريز الفلسطيني. هذا الشكل المكبر للتوضيح، لكن هذا الشكل الأصلي والمعتمد طبعا في التطريز الفلسطيني. أتمنى نكون وضحنا الشرح بهاي الطريقة وإن شاء الله صار أسهل، وخبرونا في التعليقات إذا الأمر صار أسهل أو إذا عندكم أي صعوبات نرجع نشرحها تاني لكم. وشكرا للمتابعة وشكرا للناس اللي تواصلت معنا ومستمرين معنا في هاي الدورة. إن شاء الله راح ننزل فيديو تاني بعد هيك عن المحور يلي بعد هاد في الدورة المجانية للتطريز الفلسطيني. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلكم كافة فيديوهات هاي الدورة إن شاء الله.